تشتهر بصحراء الجزائر تربية الإبل نظرا لتأقلمها مع الظروف المناخية الصعبة، وعلى رمال العرق الشرقي الكبير خصوصا. لذا يجد سكنة البدو الرحل ضالتهم في هذا الحيوان الصبور النافع المتعدد الخصال. وللإبل فوائد ومنافع جمة، ومن بينها صناعة النسيج وحليبها النافع، وزيادة عن مزايا أخرى وهي نقل الأمتعة وشد الأصفار إلى كل الأوطان والأمصار. وفيها لازمها ترب تاكل في الحماضة، لازمها بعد نهارين لازمها تشرب تو في كون تحمل الدنيا شوي هون شوية مصغر هكا. لازمها نهارين هكاك عمال نكع الحيران، لازمها نهار اثنين. اما الحماضة خلاص لازمها نهار اثنين لازمها تشرب. يرجع للمكان هذا المكان هذا وني صح. لكيسر وانت تربي في الإبل كمان؟ تورثناها من الجد صح، من الجد وهنا متورثينها. حليبها وعاد كاين متوفر صح. حتى بأي بلاصة يجي. الفوائد تاع الحليب هذا يعني مليح، يقول لك يا خويا مليح. السكر عدة أمراض فيه فايدة. والعطن تاعها ثاني مليح. تقصد البول تاع الإبل؟ البول تاع الإبل ثاني يقول له مليح، يشربوه هكا. كاين الناس بكري يقول لك يشربوا طاس ويديروا شويه عطن ويشربوه مليح. المعده الواحد يتحرك له صح، تخرج كلش قال لك الجهاز الهضمي يعني. الجهاز الهضمي صح. وحدثنا بصحراء الطالب العربي بولاية وادي سوف جنوبي الجزائر من ألف تربية هذا الحيوان ومصاحبته على مدار الدهر والسنون عن حياتهم اليومية واحتكاكهم الدائم بالجمل، الناقة، والحوار وغيرها من الأسماء والتصنيفات المكونة لأسرة الإبل. احكي لنا عن يومياتك كمال بالك، كيفاش راك يعني يوميا راك متواجد هنا؟ يوميا لازمها يكون عمها العبد. هي لازمها واحد الصباح والثور لازمك تعقلها في الليل، والثور الصباح تحلب وتسيبها وتروح تمد بها صباح تخرج بها الحماضة فلان تاحن ونيفلن مرعى تاحن. وما أكثر المرعى يسمى عاد في الأراضي التونسية. صح، الأراضي الجزائرية ما عادش متوفرة. ما عادش متوفرة. راحت دخلت عنها المزارع هذه والتصحر تاع المزارع هذا وين خلاص. زحف معناها الإسمنت والمحيطات الفلاحية. احنا عاد عندنا المرعى تاعنا كان في يسمى في الأراضي التونسية. صح، تسمح لكم السلطات معنا. وبارك الله فيهم يا خويا التوانسة. متفاهمين الوضع. متفاهمين الوضع وما يكلموا في حتى واحد. أو شتي قريب شوف قداش البل هنا قريب 20 والله فايت ما بين منطقة الدوار والطرب العربي كلها ترعى كان في تونس. صح. عندنا البل نقولوا احنا من هنا نبدو من الحوار تلقاها مهتوفة في الربيع، يبدأ من الحوار ومن بعدك يبدأ باللبون هاو باللبون، بعدك من باللبون يبدأ الحق، ومن بعدك يبدأ جدع، ومن بعد الجدع يبدأ ثني، ومن بعد الثني يبدأ حق. الحق نقولوا حنايا الحق بدي الجمل جدع بدي يتهد، نقولوا حنا يبدأ يتهد على البل جدع، ومن بعدك الثني عاد خلاص، ومن بعدك يقرح هي سداس خلاص، من السداس يبدأ يتهد طول يلزوه على البل كله. نقولوا حنايا من تو سارحين هالربيع هذا كامل سارحين طول سارحين معناها للصيف. ونظرا لتيهان الإبل ولأوقات عدة من السنة عمد مربوها على وضع معالم وإشارات أو كما يصطلح عليه محليا الطوابع قصد تحديد صاحبها أو من أي قبيلة أو عشيرة ينحدر. عندنا الطابع اثنين تاع الربعي، هذا نقول الربعي، هذا الربعي. صافي، كل عرش معين عندها طابع يعني. عندها طابع، كل واحد عنده طابع. هذيك العزايل نقولوا احنا عزايل الدويني، حطهم في الوحدة
قدام هاوي لفة المقاهي. وهذا كل واحد هذا الربعي كامل، كل واحد يدير سيفه، واحد يطلع لفوق، واحد يدير الحلقة، واحد يدير، كل واحد يدير حاجة. والعزايل هذيك نقولوا احنا نتاعت دويمي، عزايل هان منا قدام هاوي هذيك معناها نتاعت نغم دويم. والربعي هاو ربعي معناها ربعي، كل واحد يدير، كل واحد يزيد حاجة. كانت هذه مشاهد لتربية أهل البادية للإبل، هذا الحيوان صعب المراس. لبرنامج أنا الشاهد راسلكم الصادق دويم من على الحدود الجزائرية التونسية، منطقة الطالب العربي، وادي سوف، الجزائر.